ويا مساء الجمال على جمهور سيناريو الكرام. النهارده راجعين بالجزء الثالث والاخير من سلسله الدمار. صدقوني الفيلم ده جامد جدا وخطير، مليان بالاكشن والاثاره والتشويق، ولو لسه ما اتفرجتش على اول جزئين هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعهم صندوق الوصف او في اول تعليق. وقبل ما نبدا فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لان ده اهم حاجه عندنا، ويلا بينا نبدا. والسيناريو بيكمل معانا في الجزء الثالث والاخير مع ران، وهو بيمسك واحد وبيقول له بعلو صوته فيكرام، وبنرجع بالاحداث من 15 سنه علشان نعرف اصل الحكايه. وفي الوقت ده بنشوف طفل اسمه فيكرام كان بيطير طياره لكن بيقطع طياره واحد صاحبه بالغلط، فبيتجمعوا عليه وبيضربوه وبيبان عليه انه ضعيف وغلبان، فبيقول لهم اخويا لو جه مش هيرحمكم. وبنعرف ان اخوه ران، وبيقولوا له خليه يجي كده، وبيقول بعلو صوته انت فين يا ران. وبيوصل الطفل القوي المتين وبيقول لهم يا ريتكم ضربتوني، انا كنت سامحتكم من سنين بس انتوا ضربتوا اغلى الغاليين. وبيطوح فيهم الضرب شمال ويمين، وبيظهر براعته في الكونغ فو والكاراتيه. وهنا بيحضر ابوهم وبيفضل يضرب في ران لانه مش عايزه يعمل مشاكل، وفيكرام قاعد يعيط وبيقول له اخويا ملهوش ذنب انا اللي غلطان. وفي الوقت ده بيجي عمهم وبيقول لاخوه انت بتضرب الصغير ليه؟ هو عمل حاجه؟ الكبير هو اللي غلطان. فبيقول له ران لو شافني بضرب اخوه احتمال يقتلني لانه بيحبه جدا. وبنعرف ان الصغير هو اللي بيحمي الكبير مش العكس. وفي يوم الاتنين كانوا قاعدين في المدرسه وبيجي لهم عمهم وبياخدهم وبيطلع بيهم على المستشفى، ووالدهم بيكون اتصاب لما كان بيفض عمليه شغف في السوق وكان بيضرب المجرمين لوحده. وبيقول لران يخلي باله من اخوه لانه غلبان طينه ومش هيعرف يعمل حاجه من غيره، وبيقول لهم يخلي بالهم من بعض وبيموت والدهم. وبيبدا ران يتعامل مع اخوه بطريقه جميله جدا وبيحسسه ان والدهم لسه عايش، وبياكلوا وبيشربوا وبيهشتكوا. ولما بيكبروا الاتنين بنشوفهم في السينما وبيتفرجوا على فيلم كوميدي والناس كلها فرحانه ومبسوطه، بس فيكرام بيكون حساس وقاعد يعيط. وفي البريك بيطلع يجيب فشار وبتيجي بنت اسمها سيا وبتقول له مالك انت بتعيط ليه؟ فبيقول لها الفيلم فيه مشاهد حزينه كتير، فبتستغرب وبتديله منديل، لكن وهو ماشي بيخبط بالاكل في واحد وبيضربه بالقلم. فبيقول بعلو صوته انت فين يا ران. وهنا بيحضر البطل واخوه بيقول له ان هو وقع الاكل على الراجل ده بالغلط، فبيعتذر له بس بياخد باله ان اخوه متعور، فبيقول له ابعد انت علشان الدم هيبقى للركب. والتيكي تاك بيشتغل عليهم وبينفذ عليهم فينش تايجر شروف، والناس بتحوشهم. وساعتها سيا بتعجب بران جدا. وتاني يوم ران كان قاعد على السطح بتاع بيتهم وبيستعرض جسمه الجميل اللي مليان عضلات كتير قدام جيرانه التعبانين، وعمهم بيقول لهم ان الشقاوه اللي بيعملوها دي لازم يبطلوها. وبيعرفهم كمان ان الشرطه طالبه موظفين ومفيش اكفأ منهم لان كان والدهم وجدهم ضباط في الماضي، بس للاسف هم مش محتاجين غير واحد بس. فالاتنين بيفضلوا يقنعوا في بعض، وفيكرام بيقول لاخوه انا بخاف من خيالي يا عم ومش هقدر اشتغل الشغلانه دي لانها صعبه جدا عليا، وبصراحه هي شبهك لانك قوي ومش بتخاف من اي حاجه. فبيقول له تمام بس هعمل ايه في القضايا اللي مرفوعه عليا؟ ده انا مرفوع عليا اكتر من 40 قضيه يا راجل، وده بسبب الشغب والخناقات، فاكيد مش هيشغلوني يعني. وفي النهايه رام بيقنع اخوه ان هو يروح الوظيفه دي وبيوافق، وبيقول له ما تقلقش انا في ظهرك. وتاني يوم بياخده بيوصله على اسم الشرطه والناس بتبدا تحترم فيه، وبيدخل جوه يخلص بقيه الورق بتاعه. فبيروح عند القائد كايل، لكن هم بيعملوا الورق بتيجي عصابه بيولعوا في واحد قدام الاسم، وبيدخل زعيم العصابه واسمه اندير، وبيقول لهم طبعا مش محتاج اقول لكم ان اسمي ما يتحطش في القضيه دي، وتكتبوا في المحضر ان الشخص ده ولع في نفسه. وكلهم بيكونوا خايفين. وفيكرام بيقول له واحد من الضباط ازاي مش هتاخدوا اجراء ضد الراجل ده؟ فبيقول له ان الضابط كايل في الماضي كان عايز ياخد اجراء ضدهم فقتلوا بنته قدام عينه. وبيروح فيكرام يحكي لاخوه على كل اللي عرفه عن عصابه اندير، وبيستغرب انهم بيخطفوا الناس ومش بيطلبوا فديه ولا اي حاجه ومش بيعرفوا مكان الناس دول. بعد كده بنروح لمقر عصابه اندير، وبيكون جالهم رساله من عصابه ابو جلال، وبيكون طالب منهم عائلات واشخاص اكتر. فالمساعد بتاع اندير بيقول له ابو جلال ده بيعمل ايه بالناس دي؟ فبيعرفوا ان ابو جلال عايش في سوريا وعامل هناك عصابه قويه ومهمتها ان هم يجيبوا اسر كامله مكونه من اب وام واطفال، والعصابه بتساوم الاب ما بين يقتلوا اولاده او ينفذ اللي هم عايزينه. والمهمات اللي بيطلبوها منهم انهم يلبسوا حزام ناسف ويفجروا نفسهم في اماكن معينه. وفي جهات ودول كتير بتمول ابو جلال وبيطلبوا منه يعملوا مهمات اكتر، وبالتالي هيحتاجوا مننا اشخاص اكتر. بعد كده بنشوف سيا وروتشي وهم ماشيين، بس بيشوفهم ران، واول ما بيشوف سيا عينه بتنور. بعد كده بتروح سيا علشان تعمل محضر ضد عصابه اندير وان هم بيخطفوا اشخاص كتير، وبتهددهم لو ما اخدوش خطوه علشان يحبسوه هتفضحهم في العالم كله. والضباط كانوا خايفين يروحوا للمقر بتاعه علشان يشوفوا هل هو عنده اشخاص خاطفهم ولا لا، وبيجي لهم فكره ان
انهم يبعتوا فيكرام بما انه اجدد واحد في المكان، وبيضحكوا عليه وبيقولوا له لازم تروح وتثبت نفسك وتبين للعالم كله انك بطل وشجاع. وبيدخل يكلم اخوه وبيقول له المهمه اللي اتكلف بيها وانه خايف جدا. فرام بيطمنه وبيقول له ما تقلقش انا معاك. وبالليل بيروح فيكرام على مكان العصابه وبيفضل يتمشى جوه، بس بيتفاجئ ان اخوه وصل وبيقول له انا عايزك تقعد بقى وتستمتع وتشوف انا هعمل لك ايه في الاشكال دي، ومش محتاج اقول لك هو عمل ايه، انا هخليك تستمتع بالمشهد لوحدك. وبيدخل عليهم وبيعمل لهم الفينش بتاعه المشهور وبيطير الاجسام وضرب في الوش وضرب في النافوخ ومش بيرحم اي حد من الموجودين، وبيكسر في عظمهم شمال ويمين. وفي النهايه بيقدر اخوه يرجع الاطفال والناس المخطوفين. وتاني يوم بيجي الرئيس علشان يشوف مين الضابط فيكرام اللي قدر يقف قدام اندير وعصابته، وبيتصور معاه وصورته بتنزل في الجرايد. وساعتها اندير كان بيقابل ابو جلال وكان متضايق منه جدا بسبب اللي حصل، فبيقول له ما تقلقش انا هقدر اجيب لك غيرهم في اقل من 48 ساعه، بس مش محتاج غير رضاك عني. وبتجيله مكالمه من الرجاله بتوعه وبيقولوا له ان اللي عمل كده ضابط اسمه فيكرام، وبيقول لهم اعملوا تحريات عنه. وفي الوقت ده حافظه وجوزها سيف كانوا بيزوروا فيكرام في البيت، وبتقول له هو انت ازاي مش متجوز لحد دلوقتي، وبتقترح عليه روتشي اخت سيا، بس بيرفض في البدايه، لكن رام بيقعد معاه وبيقنعه وبيقول له انت خلاص دلوقتي بقيت شغال وعندك مصدر دخل كويس بجانب انك بقيت معروف ومفيش قدامك حاجه تاني. وبيطلب منه ان هو يوافق على الموضوع ده، وبيوافق بس بشرط ان هو يروح يشوف العروسه، ولو اقتنع بيها هو كمان هيقتنع وبيوافق. وبعد شويه بيروح ران على بيت سيا وبتفتكر ان هو العريس وبيفتكر ان هي العروسه، وبيزعلوا الاتنين لان هم بيحبوا بعض. بس بيدخل عليهم سيف وبيفرحهم وبيقول لهم ها عايزين نحدد ميعاد علشان فرح اخواتكم، فبيطيروا من الفرحه. وفعلا فيكرام بيتجوز روتشي في وسط فرح وانبساط من كل المعازيم. بعد كده بنشوف اندير وهو قاعد يزعل الرجاله بتاعته لان هم مش قادرين على حته ظابط لسه ابن امبارح، وبيقول لهم اتصرفوا ولازم نوجع قلبه علشان ينخضع علينا. وبيعرفوه ان عنده اخ صغير وكان قصدهم على ران، وبيقترحوا عليه ان هم يخطفوه ويهددوه بيه، بس ما يعرفوش ان ده اسوأ قرار هياخدوه في حياتهم. وتاني يوم ران كان ماشي في الشارع وبيلاقي كلب صغير تعبان وكان رايح علشان يكشف عليه، وبيلاقي عربيه العصابه وبيطلب منهم يوصلوه لحد المستشفى. وطبعا مش بيرفضوا، لما بيركب بيثبتوه بالاسلحه وبيطلبوا منه ما يعملش مشاكل، وبيروحوا بيه على مكان اندير، وهناك بيكلم فيكرام، بس اول ما بيعرف هو مين بيقفل السكه في وشه، بس بيرن من تليفون اخوه وبيستغرب جدا وبيقول له لو ما جيتش دلوقتي انا هقتل اخوه. فبيستغرب اكتر لان هم ازاي خطفوا اخوه لان ده مستحيل. واخوه بيكلمه وبيقول له الحقني، وبيعرفه لو ما جاش في خلال 10 دقايق هيقتلوه. وساعتها فيكرام بيعرف ان اخوه هيعمل معاهم الصح والجلاشه، واندير بيقول لرجالته في خلال 10 دقايق لو اخوه ما جاش يقطعوا ايده، بس مش بيعرفوا المصير اللي مستنيهم. وقبل ما بيقطعوا ايده بيتحول عليهم ران المجنون والضرب في كل مكان في الجسم، ومحدش بيقدر عليه وبيزعلهم كلهم وبيكسر في عظمهم. وفي النهايه اخوه بيجي بيقبض على دراع اندير اليمين واسمه اكثر، وبيحبسوه في الزنزانه وبياخدوه علشان يطلعوا للمحكمه. بس الطريق بيبقى زحمه لان ران كان بيتخانق في الشارع، بس فيكرام بيأمر كايل ان هو يقبض عليه لان مفيش حد فوق القانون، بس بيقدر يهرب هو واكثر. وهنا فيكرام بيدي لكايل السلاح وبيقول له اقتل اللي قتل بنتك، وبيخلص عليه وبيقول له جميلك ده يا حاج فيكرام فوق 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 راسي. وبنعرف ان دي كانت خطه بين الاخوات علشان يرجعوا حق الطفله اللي اتقتلت. وبسبب الانجازات اللي بيعملها فيكرام قصد ران، الحكومه كلفت اخوه بمهام صعبه جدا، وان هو يقبض على مجرمين خطر محدش قادر عليهم في الدوله. بس ران بيطمنه وبيقول له ما تقلقش، اعتبر انك قبضت على كل العصابات دي. وبيبدا يروح لكل العصابات وبيخلص عليهم، واخوه بيجي يقبض عليهم على الجاهز. وعلشان كده فيكرام بيفضل يترقى وسيرته بقت على كل لسان لحد ما وزير الدفاع بذات نفسه بيطلبه بالاسم، وبيقول له نظرا للمهمات الخطيره اللي انت بتعملها والانجازات دي فقررنا نبعتك لمهمه في سوريا، والمهمه دي لها علاقه بابو جلال والناس اللي بيخطفهم، ومش طالبين منه غير انه يروح يوصل شويه ورق ويرجع. وطبعا ما فيش قدامه حل غير انه يوافق، وبيكون خايف بس اخوه بيطمنه وبيوصله على المطار. وبيسافر فيكرام على سوريا الحبيبه، ولما بيوصل سوريا بيروح يقعد في فندق وهناك بيتكلم مع اخوه وبيفضلوا يضحكوا مع بعض شويه، وبيطمن ان هو وصل بخير، بس بيعرفوا ان اول ما وصل المحفظه بتاعته اتسرقت منه. وبيفضل ران يتريق عليه، بس فجاه بيهجموا عليه 2 وبيفضلوا يضربوا فيه. وران بيقول لهم لو ما سبتوش اخويا انا هوصل لكم وهخلص عليكم وهمحيكم من على وش الارض. فبيقولوا له مش هتقدر توصل لنا لان احنا مفيش حد زينا وعددنا ملوش نهايه. وبيكسر التليفون، وران بياخد حبيبته وبيطلعوا على سوريا. واول ما بيوصلوا هناك بيروح على اسم الشرطه وبيعملوا محضر ان اخوه اتخطف، والظابط اللي اسمه بلال بيقول له ما تعرفش مين اللي خطفه،
فبيقول له عصابة ابو جلال، وكلهم بينصدموا وبيقول له بلال حاول تخلي بالك على نفسك علشان ما يحصلكش مشكلة هنا. وبيطلعوا هما الاتنين ومش عارفين هيعملوا ايه، بس بيكلمهم واحد بره اسمه اخطر وبيقول لهم انتوا بتدوروا على الضابط فكرام، وبيعرفهم ان هو يعرف طريقه ويقدر يوصلهم ليه كمان، وبيخليهم يروحوا معاه وبيفضل يمشيهم في قلب المدينة وبيدخلهم من شوارع وبيخرجهم من شوارع، وكان قاصد يتوههم بس هم اصلا مش عارفين حاجة في البلد، لحد ما بيوصلوا عند مكان مقطوع وبيثبتهم هناك مع رجالته وبيقول لهم يطلعوا الفلوس اللي معاهم، فبيضربوا بالشنطة في وشه، ولما بينزل يجيب السكينة وبيطلع بيلاقي ران خلص على كل رجالته، فبيعرفوا ان هو شاب تافه وعبيط وبيحاول يجمع فلوس علشان يعمل عملية لوالدته المريضة ومفيش حل قدامه غير كده، وبيتعاطف معاه وبيديله اللي في النصيب. لكن هما ماشيين بيفتكر ران ان اخوه المحفظة بتاعته اتسرقت، فبيقول له ما تعرفش مين الحرامية اللي هنا؟ فبيقول له بعون الله يا حاج ران المحفظة بتاعت اخوك اعتبرها رجعت، وبياخدهم وبيوديهم عند واحد اسمه انديري وبيكون هو اللي سرق المحفظة وبيديها لهم، وبيعرفوا عنوان الفندق اللي اخوه كان نازل فيه، وبيروحوا على هناك وبيعرفوا ان حصل تكسير وخناقة في غرفة 121، وبيعرف ران ان دي الاوضة اللي اخوه كان نازل فيها، وبيلاقي التليفون بتاعه مكسور، وهنا اخطر بيقول له محدش يلمس حاجة، وبياخده علشان يرفع من عليه البصمات عند واحد صاحبه، وهو فعلا بيعرف يرفع البصمات وبتكون بتاعة شخص اسمه زايد، وبيروحوا يدوروا عليه وبيروحوا المنطقة بتاعته، ولما الناس بتلاقيهم بيسألوا عنه فبيبلغوه بسرعة ان هو يهرب، بس ران بيشوفه وبيفضل يجري وراه، وبيدور بينهم معركة قتال عنيفة، وزايد بيستغل جسمه وبيحاول يضرب ران، بس على مين؟ بيفضل يجري وراه لحد ما بيتعب وبيقول له خلاص يا عم انت فرهطتني انا هقول لك على كل حاجة، بس لسه هيقول له بتيجي عربية وبتشيله وبيموت. وهنا بنرجع للمشهد اللي كان في اول الفيلم، وان الشخص اللي مات ده زايد وبيزعق علشان كان هيقدر يوصل لاخوه من خلاله، بس سيا بتشغل مخها وبتفتح تليفونه من خلال بصمة عينه وبتبعت رسالة لانديرو بتقول له انه عايز يقابله في الحانة، وفعلا بيروح هناك، وابو جلال بيكون قاعد وبيعرفه ان زايد اتقتل، وان اللي بعت له الرسالة دي الشخص اللي قتله وبعتها له علشان عايز يوصل له، وابو جلال بيقول له الشخص ده انا هنتقم منه، بس بيعرفوا واحد من رجالته ان الشرطة جاية وبيقرروا ان هم يهربوا، بس بلال بيوصل هو والجنود اللي معاه، وفي نفس الوقت رام بيكون وصل لنفس المكان وبيمسك ابو جلال بالغلط وكان مفكره اندير، والشرطة بتقدر تقبض على اندير، ولما بيسألوه على ابو جلال مش بيرضى يقول لهم اي حاجة، وابو جلال بيطلع بره علشان يهرب بس مش بيعرف بسبب الشرطة اللي محوطة المكان، فبيقطع هدومه وبيعمل نفسه متسول وبيقدر يهرب منهم، وبيروح ابو جلال لرجالته وبيقول لهم ان اندير اتقبض عليه وسهل جدا انه يخونهم، عشان كده يروحوا يراقبوه ولو شكوا باي حاجة يخلصوا عليه، وفي الوقت ده بيكون اندير مع رام في العربية وبيعملوا لبعض لايك، والعصابة بتشوفهم وبيفكروهم ان هم اتفقوا مع بعض وبينزلوا يقعدوا على القهوة، ورام بيديله فلوس وبيتأكدوا ان هو كده خلاص باعهم رسمي، فبيضربوا عليه نار وبيقدر يهرب منهم مع ران، وبيركبوا عربية الشرطة من تاني وبيقول له صدقتني ان هم يخلصوا عليك وانت بالنسبة لهم نكرة يا معفن، وبنعرف ان دي كانت خطة بينهم اصلا، وبيقرر اندير ان هو يساعدهم وبيعرفهم كل مخططات ابو جلال، وبيقول لهم ان هو هينفذ عملية خلال الساعات الجاية، وبيروح يرسم خريطة للمكان اللي ابو جلال مخبي فيه فيكرام والمخطوفين، ومليان بالاسلحة والاشخاص والدبابات والمدرعات، ولسه بيحذر ران ان المكان ده خطر، فبيكون مشى اصلا من بدري وبيروح لهم هناك وربنا يسترها عليهم لانه هيديهم في عينيهم، وبيوصل للمكان وبيسرق ذخيرة وبياخد شوية متفجرات وبيفجر بيهم الابراج اللي موجودة، وبيطير بالحبل وبيرمي متفجرات وبيقلب المكان لجحيم، وبينزل يقتل في كام شخص كده كان قدامه على السريع، وساعتها كان في عربيات هتوصل الناس المخطوفة بس بيتفاجئوا بران قدامهم، ولما بيقربوا منه بيفجر العربية وبينزل فيهم ضرب وطحن، وكان عامل زي العفريت ومش عارفين يمسكوه ولا يخلصوا عليه، وبعدها بيخلص عليهم وبيشوف الناس المخطوفة بس مش بيلاقي اخوه في وسطهم، واندير بيقول له احتمال يكون في المقر بتاع ابو جلال، وبيروح له على هناك، وسيا بتعرف من حفيظة لانها كانت مخطوفة هي وجوزها ان جوزها دلوقتي هيفجر السفارة، فبتروح بسرعة مع بلال وبيوقفوه قبل ما يفجر نفسه وبيعرفوه ان اسرته بخير، وبنرجع لبطلنا اللي بيحول حياة ابو جلال لضلمة وبيفجر في الدبابات والمدرعات بتاعته، وبيتفاجئ ب3 طيارات قدامه وبيفضلوا يضربوا عليه نار، وهو سبحان الله مفيش ولا طلقة بتيجي فيه، وبيقدر يدخل في طيارة وبيخلص عليها وبيلبس ال3 طيارات في بعض وبينفجروا، وفي الوقت ده ابو جلال بيعرف من واحد من رجالته ان اللي بيعمل ده كله مش دولة عايزة تخلص عليه لكن ده شخص واحد، فبيقول للدرجات ده انا قليل كده، وفي الوقت ده بتوصل كتيبة من رجالة ابو جلال وبيضربوا على ران كمية رصاص توقع جبل، بس بيقدر يصد الطلقات من خلال باب الطيارة، واول ما طلقهم بيخلص بيدخل عليهم وبيقتل فيهم، ولما مش بيلاقوا الطيارات ولا المدرعات ولا الناس جايين معاه سكة بيدخلوا عليه جيش من الدبابات، وبيقدر انه يتزحلق ويطلع ويقتل الشخص اللي فوق، وبيجري من دبابة وبيزنقها وبيفجرها
بيفجرها وبيخلي دبابتين يفجروا في بعض بشكل جنان، وبيقدر يفجر جيش الدبابات. بس للاسف هفصلكم من المتعه دي واعرفكم اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده فيلم هندي مش اكتر، ملوش علاقه بالواقع، لان الحياه بتقول ان اخواتنا هم الاساس والباقي شخاليل في اكياس. المهم نرجع لاحداث الفيلم. وفي الوقت ده بيمسكوا واحد من المخطوفين وبيطلبوا منه يندع على فيكرام لانهم مش بيعرفوا هندي، بس بيقول له الناس دي مش بيعرفوا هندي يا فيكرام، ولو سمعت اسمك ما تتكلمش علشان هيخلصوا عليك. وبيعرفوا ان في واحد موجود هنا دمر كل حاجه علشان ينقذه. بس بنتفاجئ ان ابو جلال بيفهم هندي وبيقول له جدع يا شيبه، وبيقول لفيكرام لو ما قمتش دلوقتي وسلمت نفسك انا هقتل الراجل ده. وبيضطر يقوم علشان الراجل ملوش ذنب. وبيقول له تعرف اكبر غلطه عملتها ايه لحد دلوقتي يا ابو جلال؟ ان ما ندهتش وقلت انت فين يا ران. وهنا بيظهر رام فير وبيقول لاخوه سلامات يا اخويا وحشتني والله. بس ابو جلال بيقطع اللحظه الجميله دي وبيقول له انت عارف لو كنت جيت لي من الاول وطلبت اخوك بالادب كنت اديتهولك، بس يا سيدي المسامح كريم، يلا خد وامشي وكفايه صداع لحد كده. فبيقول له انا مش همشي لوحدي، انا عايز كل الناس دول. وبيوافق ابو جلال بس بيكون ده كمين منه، وكان واخد سيا اسيره عنده وبياخد فيكرام كمان وبيحبسهم في زنزانه. ومش عارف بقى بصراحه ايه لازمه المشهد ده يعني الراجل قاعد يفجر في دبابات ومدرعات وطيارات، وخمسه بس من الرجاله دول بيمسكوه وبيفضلوا يضربوا فيه ومش بيقدر يعمل لهم حاجه وبيطعنوه بخشبه كمان. بس بنعرف ان المشهد ده معمول لفيكرام لانه بقى منظره وحش قوي طول الفيلم، والمخرج خلاه ينقذ اخوه مره في حياته وبيطلع يضرب فيهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وران كان بيشوف اخوه مبسوط جدا وبيقدر كمان انه يخلص على ابو جلال. وهنا ران بيفقد الوعي وبيحاولوا ان هم يصحوه، لكن بنتفاجئ ان جلال لسه عايش ولسه هيقتلهم. فبيفوق ران من الغيبوبه يا سبحان الله وبيخلص عليه. وفي النهايه بيرجعوا لبلدهم الهند في امان وسلامه، وفيكرام بيتراء قدام اخوه ران وقلبه مليان سعاده وبتنجان. وهنا بينتهي الجزء الثالث والاخير من سلسله افلام باغي، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل ما هو سيناريو جديد ان شاء الله. وشكرا.